يا نعم يا نعم. اعلان خلاص من رمضان بكره. يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. هتصومي بقى ولا زي كل سنه؟ يا ماما بقى كفايه الفي ده اللي بيحصل كل سنه. ماشي يا لمضه، كل سنه وانت طيبه. وانتي طيبه. هنجيب بقى زينه امتى؟ زينه؟ طب ما تعلقي بتاعت السنه اللي فاتت. لا السنه اللي فاتت كلها مقطوعه وانا قررت ان انا ارميها. رميتيها ليه؟ ما كنا لزقناها. بقولك كانت اتقطعت كلها ومش عايزه تلزق. حلي عن دماغي والنبي، اتكلي على الله. يا ماما بقى بطلي رغي، يلا نلحق نشتري. بقولك ايه، رمضان شهر عباده وصيام وصلاه وحاجات من دي، لا زينه بقى ولا كلام فارغ. يا مامي الزينه دي مش كلام فارغ، هي اللي خلينا مبسوطين والنبي. وانا مش فاضيه ومش هضيع وقتي وانزل واجيب حاجات، انا ورايا 100 حاجه النهارده. خلاص في حته زينه جنبنا وممكن اشتري. انا ممكن ارسل فلوس. قلتلك مفيش زينه ولازم تسمعي كلامي. والنبي مامي اي زينه، اي حاجه بسيطه. وبعدين يلا اتفضلي خشي على اوضتك، مفيش حاجه هتتجاب، اتفضلي. طب حتى ممكن فلوس. اتفضلي. هو ايه ده؟ ايوه يارا عامله ايه؟ ايوه يا نادين، ازيك؟ ايه اخبار رمضان؟ كويس الحمد لله. علقتي زينة ولا لسه؟ علقتها. وانتي؟ علقتها برضه. رحنا جبنا زينة كتير قوي وعلقتها كلها. بصي هفتح الكاميرا. ماشي. ايه ده؟ الله، واحنا كمان جبنا زينه ويعني حلوه قوي. بجد؟ طب افتحي كده وريني. الو ايوه نادين. الو نادين ايوه. الو ايوه الو. وريني. مامي ممكن حتى فلوس واحد بس؟ هو انا قلت مفيش فوانيس يبقى مفيش فوانيس. ايه يا نادين في ايه؟ يعني فلوس واحد بس هيعمل ايه؟ هيعمل اللي انت ما بتسمعيش كلامي، ان انا لما اقول مفيش فوانيس يبقى لازم مفيش فوانيس، مفيش زينه يبقى مفيش زينه، خلاص بقى. حرام عليكي يا مامي، انتي بتعملي فيا كده ليه؟ انا بجد بكرهك. ايه؟ بتكرهيني؟ يا ليت الامل خش جوه. ايه نادين؟ في ايه مالك؟ ماما عجبتني عشان كنت عايزه اجيب فانوس. ايه ده؟ ازاي يا نادين؟ عادي انت تلاقيها مضغوطه او في مشاكل او اي حاجه. لا هي عايزه تضايقني وخلاص، انا بجد بكرهها. يا نادين لا، ما ينفعش تقولي كده يا نادين، دي مامتك. ماما بتتعب عشاننا وتعمل كل حاجه عشاننا، لازم نستحملها على الاقل شويه لما تتعصب. لا مش هستحملها يا نور ولا هسامحها ابدا. يا نادين طب اهدي شويه كده وروحي اغسلي وشك وبعد كده تعالي. قومي. ما انا عماله احسبها يمين شمال مش عايزه تظبط. الفلوس اللي معانا يا دوبك تاكلنا اول يومين في رمضان، وبعد كده هنفضل من غير فلوس خالص لحد القبض ما ينزل اول الشهر. مش عارفه اعمل ايه. ايوه ماشي، ما انا قلت هقلل اللحمه والكلام ده، بس المشكله ان حماتي جايه تفطر معانا وما يصحش طبعا اعمل لها اكل يعني اي كلام، ما لازم يبقى اكل برضو شكله كويس عشان شكلنا. انا اللي زعلني ان انا ضربتها، هي طفله ملهاش ذنب برضو، عايزه تفرح وعايزه تتبسط وتعلق الزينه زي اصحابها، هي ذنبها ايه؟ انا اتعصبت عليها وضربتها وحاجه تقرف. ما انا فكرت برضو ان لازم يبقى في حل. انا هصحى الصبح ان شاء الله ابيع الدبله بتاعتي والفلوس اللي هتطلع لي اجيب بيها بقى خزين للبيت وحاجات لغايه القبض ما ينزل، وبقيه الفلوس اجيب لها زينه، هي واختها من حقهم يفرحوا يعني، حرام. شفتي يا نادين؟ قلت لك يا ماما مستحيل ترفض لنا طلب من غير سبب. هو اللي انا عملته ده؟ معرفش. انا مش عارفه اعمل ايه، مش عايزاها تبيع الدبله بتاعتها. ايوه ما انا مش عارفه انا كمان. هتعملي ايه؟ انا جاتلي فكره بس عايزاكي تساعديني فيها. طيب ماشي يلا بينا. نادين ممكن تقولي انت عايزه تعملي ايه بالظبط؟ بصي يا ستي، انا هنقطع الكاردبورد ده من المثلثات، اوكي وبعدين هنلونها، ماشي. وبعدين بقى نحطهم على حبل، هو ده يبقى الزينه. طيب وبعدين بس كده؟ بس كده. طيب ماشي يلا بينا. يلا. طب بقول لك ايه، انت متاكده ان الكلام ده هينجح؟ طبعا شفتها في التيك توك. ده مش رد على سؤالي. لا ده رد. طب تمام. ده مش مثلث، يعني ايه مثلث؟ ترينجل. هو مش انت اللي بتتكلمي ولا انت عامله فيها فاهمه؟ نادين احنا هنبوظ الدنيا. فكرت المثلث كان مربع. نادين هو انت مش المفروض انك رسامه وكده؟ انا رسامه.
عايزه المقص؟ اوكي شكرا. أيوة. انا قلت انت مش تديهولي. انت جبتي خيط ولا احنا عندنا ولا ايه؟ ما احنا بقى نعمل خيط بالكاردبورد. اه يعني هنعمل كده. طيب تمام. عادي عادي. يا نور اصحي يا نور. نور بقى 3 ساعات دول ما عملناش اي حاجه. انا مش عارفه احنا المفروض نعمل ايه في كل ده. المفروض نعمل نور الزينه. يلا. هو ايه ده؟ انت هتنامي ده على فكره. حرام عليكي يا نادين، احنا مش عارفين نعمل حاجه وانا اصلا مش عايزه زينه ومش عايزه اي حاجه. ما كنت عايزه اعمل حاجه قبل ماما تصحى عشان ما تبقاش الدبله بتاعتها. طب ما هي خلاص بقى كنت قلت لها وخلاص. احنا عملنا واحده. شايفه؟ نادين القرف ده. هو في ايه يا بنات؟ صوتكم عالي وبتزعقوا، في ايه؟ بتعملوا ايه دلوقتي الساعة دي؟ في ايه؟ بصي يا مامي، ها؟ احنا سمعناكي امبارح وانتي بتقولي انك هتبيعي الدبله علشان نجيب زينه رمضان. سمعتوني؟ احنا مش عايزينك تعملي كده. انا ما كنتش عايزاكم تسمعوا الكلام ده، انتوا المفروض ان انتوا اطفال مالكوش دعوه بمساله الفلوس دي. انا اسفه يا مامي قوي عشان قلت لك انا بكرهك. انت عارفه يا نادين دي اسوأ كلمه ممكن اكون سمعتها في حياتي بجد، وسابت جوايا اثر وحش قوي قوي. انا اسفه والله. انتي ولا ضربتيني فبقينا ايكوز. انا ما كنتش عايزه ازعلك والله يا نادين، وكان المفروض اقول لك على موضوع الفلوس ده، انت برضو مش صغيره قوي، المفروض تبقي عارفه التفاصيل دي. انا يا نادين ويا نور انا عمري ما عايزه عنكم اي حاجه ابدا، بس غصب عني والله غصب عني. ما حبيتش ان انا احسسكم ان ما فيش فلوس، وفي نفس الوقت ما عرفتش اعمل ايه فتعصبت ففقدت اعصابي. انا اسفه يا نادين، انا اسفه، ما تزعليش. يا مامي وبرضه مش فارق معايا زينة خالص، انا بس فارق معايا ان احنا نبقى مبسوطين مع بعض. وانا والله ما كنتش اعرف اصلا ان رمضان داخل علينا. طب معلش بعيدا عن اي حاجه، ايه ده؟ يعني انتوا زينة رمضان بتحاولوا تعملوا ايه بده؟ انا لا لا بجد يعني ايه ده؟ مثلث ايه؟ مثلث برمودا ده؟ طيب انا عايزه اقول لكم حاجه، انا لقيت سايت على النت بيعمل تقسيط وطلبت منه زينه رمضان كلها، وهتجيلنا كمان شويه، هتجيلنا يعني على الظهر كده. والله مش لازم ندفع دلوقتي. شكرا. العفو يا حبيبي، عشان نستقبل رمضان كده واحنا فرحانين كلنا، وانت يعني يا ريت تساهمي معانا وتعلقي كركديه. لا الكركديه تمام ونعلق الزينه بالمره. وانا اسفه يا نادين عشان انا ضربتك بالقلم، انا مش المفروض اعمل كده ابدا ابدا تحت اي ظرف. بصراحة ضربتني جامد قوي. ضربتك جامد، بس انت قلتي لي انا بكرهك. انا لما كنت يعني اديتها في وشها يعني. بتقولي بكرهك، دي عيله اصلا مالهاش هتلاقي لازمه، اللي في رجلي. ومفيش زينه ومفيش رمضان، لغوه رمضان السنه دي.